السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بأحلى ناس ونورتوني بزاف بزاف، وحبيت التعليقات تاعكم. نتمنى من أي وحدة يخرج لها الفيديو تاعي تعمل لي اشتراك فضلا وليس أمرا، وتخلي لي تعليق من أي ولاية قاعدة تتابعني ولا من أي بلد قاعدة تتابعني. مرحبا بكم مرة خلاف. اليوم شوفوا جيت ندير معاكم سباغيتي. انا وحده من الناس ما شتو كيما ماما دير حاجه مثلا لوبيا ولا دير العدس، انا ما نشتيش ناكلهم. استعجلت نطلطل نروح لخويا، مشي قدامي روح شري لي ندير سباغيتي ولا ندير حاجه هكا. لهنا كنت شريت الكريم فريش تاع صومام غنيه عن التعريف، و... وانا نستعمل الفرماج تاع وليد. شوفوا انا هذا الفرماج من نهار شريته كيما كنت نخدم، من تما ما نقدرش نستغنى عليه، والله بزاف بزاف بنين، ما نندموش عليه. بصح والله زادوا له بزاف. هو بالك كان يدير، انا كي كنت نشري كان يدير 33 كان يدير 35 الف، ودرك والله ما على بالي بقداه شراهو. المهم زادوا غلاوه. لهنا كان عندي انا التوابل تاعي كانوا ماهمش مرحيين، وكنا عندنا من بعد نحط انا التوابل اللي مرحيين. انا استعملت سباغيتي تاع البركه، وهنا كان عندي زوج كويس هاني درت بيهم. هو الاحسن انك ديري كيف يقولوا له، ديري صدرة الدجاج خير به يجي بنين. لهنا قلت قبل ما نبدا نمسح الكوشه تاعي احسن واحسن. قبل ما نبدا نشرح لكم في واش درت في الفيديو هذا، حبيت نشكر زوج صحاباتي اللي بفضلهم درت الكوراج وفتحت القناه هذه. المهم كانت عندي هذه لاغوب، انا قلت قبل ما نردها لمولاتها لازمني نغسلها احسن واحسن. لهنا كنت حطيت الدجاج تاعي باه يخرج له الزفار تاعو. شوفوا نحط انا في نحط لها، حطيت هنا في الكيكوطه، حطيت لها غير الملح. هذا ما كان. قلت لكم حبيت نشكر بزاف صحاباتي هادو اللي بفضلهم فتحت القناه ونحيت الحشمه وجيت نهضر معكم. والله والله تونست معكم بزاف بزاف في الفيديو الاول. اللي ما شافتوش تروح تشوفوا تعطيني رايها في تعليق ولا. لهنا انا مس نغسل نغسل الحوايج بصابون تاع الطرف قبل ما ليش تنشوفوا. انا كانت عندي الماشينه وكنت قادره نحط في الماشينه نغسلها، بصح انا شغل من هي امانه حبيت نغسلها بيدي خير وخير. شو وزعني هي قلت نغسلها بالصابون تاع الطرف كيما تاع بكري، انا مازلت كيما لا جايز بالك. ومن بعد نغسلها بصابون تاع الريحه هذا تاع الماشينه. الخطره اللي فاتت قلت لكم بلي انا عندي بروجي. الى تحبوا نعطيكم ولا افكار كيف تفتحوا البروجي، كيف تطلع لكم لاباج تاعكم، خليوا لي تاني في التعليقات. هنا باينه بلي حطيت السباغيتي تاعي في الماء تاع السباغيتي تاعك، حطيت الزيت وحطيت الملح. وسباغيتي اصلا ما يطولش ليه يطيب. هاو هنا بعد كان طاب لي. حطيته. شوفوا انا كنت مولفه كيما قبل ما نحط له الماء البارد باه ما يتعجليش وما يتلبش. بصح انا لهنا ما حطيتش، بصح راني كثرت له الزبده باه ما يتلبس ليش. وهنا كان الدجاج طاب تاني نحيته. شوفوا انا في هذيني زدت البصله، بصح نتوما تحبوا تزيدوا البصله ولا ما تزيدوش. انا زدتها وكنت نرحيها، بصح انا هذه الخطره كي قصيتها ما عجبتنيش وفسدت لي الكو تاع السباغيتاي. لهنا كنت قليت الثوم، انا نبدا نقلي ساعه الثوم ومن بعد لحت عليها البصله، ولهنا حطيت الكمون وفلفل الكحل. شوفوا زدت لها مغرفه. هي زدت لها زوج مغارف طماطم. ومن بعد حطيت لها شويه ما هكا وخليتها طابت. ومن بعد لهنا اللي قاعده نحط لها في الكريم فريش تاع صومه. انا كنت نعدتها لكم كي بدا الفيديو. على بالكم باللي من روحت للعرس لدركا مازلت مريضه، صوتي ما حبش يرتاح. خلاص نشرب الدواء ولا ما نشربش. انا نزيد ندوش ويضربني شويه هوا نزيد نمرض. شتو هنا نخليها شويه هكا تبقبق، ومن بعد نلوح لها الفرماج. شوفوا انا لحت لها نص باط، ومن بعد زدت لحت لها الباط كامل، حطيت الباط كامل تواريد كامل تما. هنا انا كيما جيت نحط السباغيطي اني ما كفاتنيش، شغل المقله تاعي تعمرت. اني لحتها في الطنجره ودرتها في الطنجره، كنت جعت بزاف وكان لازم ليا ناكل. شوفوا هي جات بنينه
وكامل خلاو وكامل خلاو لي طيبت ماما وجاو ياكلوا معايا. قلت لكم على بها درت انا شكاره كامل من على بالي بلي كامل ياكلوا معايا وما درت حسابي ودرت حسابهم. لهنا من بعد ما طابت هاني حطيتها في هذه باه تبرد لي شويه. قلت لكم البصله استغناو عليها بيسك انا ما عجبتنيش. وما من الدجاج قبل ما تحطوه قليوه خير. انا شغل زربت روحي ما قليتوش باه كي يتقلى زيد دير فيه واحد البدنه خير وخير. زيد مليحه كنت تقليوه في الثوم ديروا له الثوم والتوابل ومن بعد باه تلوحوا كيف يسميوه باه تلوحوا في المرقه تاع الكريم فريش. انا شوفوا انا حبيت نديرها شويه حمراء. هي في العوضه جباده بصح انا حبيت نديرها شويه حمراء. شوفوا كيفاه جات في الفيديو الاول اي بانت لكم شويه بيضه. لهنا ها مخلصوها انا كليت شويه بصح هما خلصوها عجبتهم. ما عجبتهمش البصله برك اللي حطيتها. وهنا مع العشيه كانت ماما حابه حاجه حلوه هكا. ساقت لها اختي قالت لاختي نوضي ديري هذا الخبز احنا نقولوا له الخبز المعسل. تحكموا الخبز اللي يابس حنا ما نطيشوهش نخبيوه ومن بعد نقصوه طباور هكا ونغمسوه في العظام ومن بعد نديروا له العسل تاعو. درت اختي هذه ومام هي اللي دارت الطمينه. انا ما درتش. كان خويا بزاف سخفان عليها. استعلت بابا راح قدالها وجاب لها ودارتها. لهنا كنشوف يتقلي هكا باه يهز هذه الحموريه باه يجي مليح. من ورا ما تقليه تخليه يبرد. تخليه هكا شويه يبرد ومن بعد تحبي كي طيبيه تلوحي له العسل ولا تحبي ديري العسل هكا وتغمسيه وتاكليه نتيا وكيما تحب. مادام خلصت لي الهضره في هذا وشرحت لكم كيف درناه نحكي لكم شويه على البروجي تاعي اللي كان. شوفوا انا فتحت بروجي تاعي ومن بعد تنازلت من بعد بعد شويه عليه. كانوا عندنا ظروف خارج السيطره. كانت اختي مرضت ومن بعد كيما اختي مرضت عندي بزاف وليت ما نحطاش وليت ما نردش على الناس ما نردش على لي ميساج. الباج تاعي هبطت لي. بصح كان نعطيكم بعض الافكار اللي بسبتها طلعت لي لاباج. اول حاجه ديروها كيما تفتحوا باجا تاعكم في الانستغرام ولا في الفيسبوك اربطوهم مع بعضهم والخوارزميه تاع الانستغرام كي تلقاكم نتوما درتو مليح. سما قاعدين تحطوا بزاف وقاعدين تحطوا يوميا وتحطوا لي ستوري يوميا هي وحدها. تطلع لي فيديو تاعكم ولا لي ريل تطلع من الناس ويطلع لكم التفاعل مامطو. توليو تهزوا بزاف التعليقات لي جام وكذا. اعتمدوها وخليوا لي رايكم في لي كومونتير واي وحده عندها نصيحه تخليها لي ثاني في لي كومونتير. هنا قلت لكم بابا راح قدا منه خويا حب الطمينه ولازم خويا الصغير هذا كي يحب اي حاجه لازم نديروها له حتى ما نديروها له. لهنا اول حاجه تحطوا السميد اي سميد تحتاجوه تحطوه تقليوه تديروه شويه سمر هكا ومن بعد الغرس تاعكم تنقيوها من العلف تنقيوها مليح من العلف ومن بعد توليو تعجنوا دخلوا السميد مع الغرس. وهذا ما كان تعجنوها مليح حتى يدخل هذاك الغرس كامل في السميد ولا السميد هذا كامل يدخل في الغرس. انا ما نعرفش نشرح. تحملوني حتى نعلف. المهم ومن بعد كي تخلصوا من هذا الشيء ديروا لها الزبده وتبداو تدخلوا هذيك الزبده فيها مليح وكلش حتى تولي طريه. كي تولي طريه هاي تولي واجده. من بعد تديروها تطرحوها. احنا شوفوا كيف نطرحوها. نطرحوها هكا شويه بيدينا ومن بعد نزيدوا لها بالمغرفه هكا باه تجي مليحه. وكاينين الناس يديروها بزيت عرب. احنا زيت عرب ولا نقولوا له زيت الزيتون. كي يديروها بزيت الزيتون انا واحده من الناس ما ناكلهاش بصح الناس الكبار هكا كيما ماما وبابا يشتيو ياكلوها بزيت الزيتون.
أنا شغل هما داك يعرفوا الدنيا ماشي كيما حنا شغل نشتيو ناكل الحوايج هادو اللي ماهمش صحيين، هما يشتيو ياكلوا حوايج صحيين. كيما ماما بحكم ماما الزبدة محال تاكلها، مناه كيما واحد العام هكا صرات لها جلطة دماغية، كان الكوليسترول تاعها طلع لها بزاف، تشلّت. دركا ماما براسك ما تقدرش تمشي برجلها مليح، لازمها طاكسي ولا باه تقدر تمشي بصح ما تقدرش تمشي برا. كي شغل حبسوا لها هذه الزبدة، حبسوا لها حوايج بزاف، مام في العيد الكبير ولا بابا كيما يشري الكبش يشري لها حقها تاع اسمها حقها وحدها، هي تاكل غير العجل. سامحوني قاعدة ندير والله صوتي في حالة نفومي شغل نفوم نجي نخرجوا لا بالسيف. لهنا كانت اختي قاعدة تحط لها في الزبدة وحست باللي ناقصها شوية زبدة، زادت لها الزبدة. وش هو ثاني؟ هدرت كلش ما نسكتش. انا هذا تاني فيديو ليا، ان شاء الله يا ربي نكون خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله تكونوا تونستوا معايا كما تونست معاكم. ان شاء الله نكون خليت طابع ايجابي لكم. حبيت نقول لكم باللي باللي حنا كامل نقدروا ننجحوا. انا كما انا قدرت ندير الكوراج هذا وبديت صفحه. اي وحده في اي مجال حابه ديرو تقدر تنجح وتقدر توقف على رجليها وتقدر مامطو تحقق الذات تاعها وتحقق الاحلام تاعها. ما تقوليش انا ما نقدرش ولا، بالعكس انت تقدري وانا نقدر وهذه تقدر كامل كامل. كل وحده تخلي لي نتمنى منكم اي وحده شافت تاعي الفيديو هذا وصلت لهنا تخلي لي واش الحلم تاعها ولا تخلي لي الباجة تاعها ولا تخلي لي، مهم هكا ندعموا بعضنا وحنا نلقاو بعضنا مع بعضنا. هنا كانت اختي وصلت لهذه وقلت لكم حنا كي نديروها كيما سما نخلصوا نديروها بالمغرفه باه تجي هي مريقله من الفوق. ولهنا حبوباتي وصلنا لاخر فقره. اختي كانت تقسم فيها باه تبرجها وباه ديرها مثلثات. لهنا وصلنا لنهايه الفيديو. حبيت نقول لكم اللي سخفتها شهيتك في الجنه ان شاء الله. واي انسانه واي انسانه خرج لها الفيديو تاعي تخلي لي اشتراك للقناه فضلا وليس امرا، وتخلي لي تعليق وتقول لي اسكو ديروا نتوما تاني طمينا هكذا، واسكو ديروا سباغيتي تاني هكذا، واسكو تعرفوا هذا الخبز المعسل. شهيتكم في الجنة مرة أخرى. نتلاقاو في فيديو جديد. وإن شاء الله يا ربي تكونوا تونستوا معايا كما أنا تونست معكم. تبقاو على خير، سلام.